للما بدرامي ها للما بدرامي للما بدرامينا ها هذا حكي. في الساعات الماضية تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضباً واسعاً في الشارع اليمني يوثق حادثة اعتداء مؤسفة طالت أسرة يمنية وتحديداً امرأة تعرف باسم أحمد الريمي إلى جانب زوجها وابنتها. تفاصيل الحادثة: بحسب ما تم تداوله إعلامياً، وقع الحادث في إحدى مناطق مديرية بني الحارث، حيث يظهر في المقطع اعتداء جسدياً باستخدام العصي في مشهد وصف بأنه صادم ومرفوض اجتماعياً، خاصة لكونه طال نساء. الجانب الاجتماعي: الواقعة أثارت موجة استنكار واسعة، إذ يؤكد كثير من المتابعين أن الاعتداء على النساء يعد تجاوزاً خطيراً ويتنافى مع القيم الاجتماعية والأعراف القبلية اليمنية التي تشدد على حماية النساء واحترام حرمة البيوت مهما كانت الخلافات أو أسباب النزاع. الجانب القانوني: قانونياً يشدد مختصون على أن مثل هذه القضايا يجب أن تعالج عبر الجهات الرسمية المختصة كالقضاء والنيابة، وليس باستخدام العنف أو القوة، مؤكدين أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لحقوق جميع الأطراف. ردود الفعل: على منصات التواصل طالب ناشطون بفتح تحقيق رسمي في الحادثة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مع التأكيد على رفض أي شكل من أشكال العنف، خصوصا عندما يكون موجها ضد النساء أو خارج إطار القانون. تبقى هذه الحادثة تذكيراً مؤلماً بأهمية ترسيخ ثقافة الحوار والاحتكام للقانون والحفاظ على القيم الاجتماعية التي ترفض العنف وتدعو إلى العدالة وحماية الضعفاء. هل تم القبض على هؤلاء أم أنكم تحتاجون إلى ترند؟ بردوا قلوبنا في أمثال هؤلاء الذين يعتدون على مكلف. هذه ليست رجولة أبدا. إذا كان لكم حق روحوا طالبوا به عبر الدولة، مش بالاعتداء على بنت الناس. هي طمنونا زقموهم ولا كيف يا ناس.